سيف سيف. وهتدوس على الريك كده مرة. Just like Harry Houdini, lyrically so insane. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده نسختي فيرجن 25، حاجه نهايه مجال بمعنى الكلمه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تمام؟ تحت في وصف الفيديو سايب لك لينكين، لينك النسخه لينك مباشر، واللينك التاني لينك التيست بتاع نسختي فيرجن 25 الفيديو اللي فات. اتفرج عليه عشان هيفوتك كتير قوي. مجرب لك النسخه كل حاجه الفيديو اللي فات، سايب لك تحت في الديسكريبشن لينك التيست بتاع النسخه ولينك النسخه. بعد ما تحمل النسخه بتفتح معاك بالواجهه اللي انت شايفها دي. تمام؟ واجهه سبلاش جمدان. تعال نخش على المواصفات على طول. طبعا مش هجربها لك انا في الفيروس، احنا مجربينها الفيديو اللي فات. بص بتجري في الشات طلقه زي ما انت شايف كده. تمام؟ نيجي برضو نرمي حاجه خفيفه كده. بص طلقه في الرمي زي ما انت شايف كده. نخش على المواصفات على طول. لو انت دوست على البتاع اللي فوق دي كده، عندك هنا اخفاء شتات. تمام؟ ولو دوست على اللي جنبها دي كده، عندك لو انت عايز تخش باكتر من رقم على النسخه، ودي قطع النت. تمام؟ عشان لو في حد بيرمي عليك وانت فاتح داتا. تمام كده؟ نخش على المواصفات بتاعت النسخه. خصوصيه نسخه ايفل فيرجن 25. عندك اول ما تخش على النسخه خصوصيه نسخه ايفل 25. تمام؟ عندك هنا اخفاء اخر ظهور وتعطيل اعاده توجيه وخصوصيه المكالمات عشان لو مش عايز حد يرن عليك. تمام؟ واخفاء مشاهده الاستوري ومنع حذف الاستوري واخفاء زر الاستوري ومنع حذف رساله صديقك. مشاهده الصوره اكثر من مره. يعني ايه مشاهده الصوره اكثر من مره؟ لو حد رمى عليك صوره، تمام، ومفعل انك تشوفها مره واحده، لو انت فعلت الزرار ده هتشوف الصوره اكتر من مره. تمام؟ زر علامتين الزرقاء بعد الرد. وهنا في الشتات اخفاء التذكرتين الزرقاء واخفاء التذكره الثانيه واخفاء سماع الريكورد واخفاء التسجيل والكتابه. وهنا في الرومات نفس الكلام، وهنا في البي سي نفس الكلام. تمام؟ هنا في الشتات وهنا في الرومات وهنا في البي سي. كده خلصنا خصوصيه النسخه. نسخ احتياطي والاستعاده، عندك نسخ احتياطي والاستعاده عشان لو عايز تركب ملف سرعه. تمام؟ عندك تنظيف ملفات باشكال عديده. تمام؟ للاندرويد 11 لو انت عايز تنظف ملفات للاندرويد 11، وعندك هنا الاندرويد 10 لو عايز تنظف ملفات للاندرويد 10 عشان مساحه الشتات، وعندك هنا تنظيف الداتابيز عشان اللي هم بتوع ملف السرعه ومعرفه حجم الشتات. تمام كده؟ عندك الاندرويد 11 والاندرويد 10. ما ينفعش مثلا انت تكون معاك اندرويد 10 وتعمل اندرويد 11، وما ينفعش العكس تكون معاك اندرويد 10 وتعمل اندرويد 11. كل حاجه ليها اندرويد معين. تمام؟ تمام. خصوصيه الواجهه، عندك هنا فصل الشتات عن الرومات، وعندك هنا ظهور ايقونه اضافه حساب وظهور ايقونه وضع الطيران. الكلام ده في الواجهه. تمام؟ واخفاء الشتات العاديه واخفاء الشتات المؤرشفه. وشوف مين متصل الان. لاول مره في نسخه بيتا بيكون ظهور متصل الان اللي هو اونلاين من بره، من عند الواجهه من بره، بيعرفك مين فاتح ومين قافل من بره. تمام كده؟ ده في بيتا. مميزات جديده للنسخه، صورتك في الشات. لو انت عايز مثلا صورتك تظهر في الشات لما بتبعت رساله، بتكون صورتك كده جنب الرساله بتاعتك. تمام؟ وانا فاعل للتحكم في حجم صورتك اللي هي برضو بتظهر في الشات. تمام؟ ده حجم الصوره.
صورتك تكون فين؟ اول رساله اخر رساله في الاثنين، براحتك شوف انت بقى. تمام. وعندك هنا تغيير خط للنسخه، عندك 12 خط للنسخه. تمام. تمام. خصوصيه الشات عندك هنا كتابه اسمك في المحادثه وتاكيد ارسال الملصق وفعل ظهور صورتك في الشات، تغيير الافكت اللي انت بتعمله. تمام. حط هنا الافكت اللي انت عايزه بقى. نخش على اللي بعده. عندك مميزات النسخه، عدم قراءة الرسالة في الشات، علامة توثيق الرقم اللي بتكون علامة الصح بالاخضر، ظهور صورتك في الرسالة، تخفيف المساحة في الشاتات، تحويل لأكتر من 5 شاتات. النسخة بتحول لك لأكتر من 200 شات لو انت فعلت الزرار ده. تمام. حرق نسخة الزرار برنة، لو انت فعلت الزرار ده ورنيت على أي حد معاه نسخة متجر نسخته تتحرق. تمام. تمام. قفل واتساب ايفل باسورد، لو انت عايز تقفل الواتساب باسورد عشان لو حد بيلعب في الواتس بتاعك وانت نايم. وعندك هنا خصوصيه الميديا عشان لو عايز تبعت الصور والفيديوهات بجوده عاليه. تمام كده. دي الجوده بتاعت الفيديو اللي بتنزل على الستوري. خش على خصوصيه الفيروس، عندك فوق ال 20 زرار انت بتفعلهم علشان ما تهنكش اي حاجه ولا كونكت ولا فيروس. تمام. عندك فوق ال 20 بوتن زي ما انت شايف كده. عندك فعله عشان ما تهنكش كونكتات، وفعله عشان ما تطيرش لما حد يعكس عليك، وفعله عشان ما تهنكش كونكت 41، وفعله عشان ما تهنكش ويب، وفعله عشان ما تهنكش صور، وفعله عشان ما تهنكش ضغط، وفعله عشان ما تهنكش لينكات، وفعله عشان ما تهنكش الايد اللي بتكون في الفيروس، فعله عشان ما تهنكش فيروس جديد، فعله عشان ما تهنكش حروف، فعله عشان ما تهنكش كتالوج، فعله عشان ما تهنكش قراءة مزيد، تهنكش قطع نت، فعل عشان ما تهنكش دعوة، فعل عشان ما تهنكش مستندات، فعل عشان ما تهنكش ستيكر، فعل عشان ما تهنكش حرق، فعل عشان ما تهنكش بج، فعل عشان ما تهنكش أي حاجة. تمام. تمام. عندك هنا بقى لينك قناتي، لو دوست عليه هيدخلك على لينك قناتي. تمام. واللي تحتيها لو دوست عليها هيدخلك على لينك شات. كده خلصنا برايفسي نسخة ايفل فيرجن 25. تمام. بس في حاجة نسيت أقولها لك، لو دوست على دي كده فتح لك موقع تصفح. تمام كده. خش بقى شوف انت عايز تكتب ايه. مثلا عايزين نخش مثلا نشوف ايه، مثلا صور اتش دي. تمام. موقع تصفح عادي جدا. تمام. بس جوه النسخه يعني حاطط لك موقع تصفح جوه النسخه جوجل. تمام كده. خلصنا برايفسي نسخه ايفل فيرجن 25. نخش على اللي بعده بقى، مواصفات النسخه الباقيه. طبعا انا مزود لك الستوري، يعني لو انت مثلا نزلت نقطه كده وجيت تشوفها الستوري متزود 40، يعني لو واحد شافها يبقى 41، 2 شافوها 42، 5 شافوها 45 مثلا، 30 شافوها هيبقى 70 كده. انت فاهم النقطه؟ تمام. وعندك هنا المكالمات، وعندك هنا الستوري، وعندك هنا الرومات، وعندك هنا الشتات. الرومات مفصوله عن الشتات. تمام كده. تمام. رساله الرقم مش متسجل، تكتب هنا زائد 20، هتمسح 55، هتكتب 20 بعد كده تكتب الرقم. تمام اللي انت عايز تكلمه. تاني تكتب زائد 2 بعد كده تكتب الرقم اللي انت عايز تكلمه، 012 وكمل، 011 وكمل، 010 وكمل كده. تمام. لازم تكتب زائد 2 اللي هو رمز الدولة. راستر واتساب ايفل عشان لو النسخه هنجت او مثلا ادت لاج معاك مثلا كده، ادي راستر النسخه هتشتغل معاك. تمام. وهنا اعمل روم، وهنا اعمل بي سي، وهنا افتح ويب لو عايز تفتح ويب. تمام. وهنا عندك رسائل مميزه بنجمه، وهنا عندك اعدادات عاديه. الاعدادات العاديه اعدادات نسخه ايفل. تمام. ليه خاصيه الاشعارات، تحكم بخطوتين، تغيير رقمك، طلب مراجعه، حذف حسابي. تمام. وهنا تعمل افاتار. تمام. وهنا خاصيه النسخه الخاصيه العاديه. تمام. وعندك هنا الشات لو انت عايز مثلا تفتح النسخه او تجمعها، وهنا عندك خلفيه الشات، فقالوا له هترمي من التيب، فقالوا لو مش عايز صور تنزل على جهازك، وهنا حجم الخط. تمام. النسخه احتياط واستعاده ده العاديه. وهنا الاشعارات عشان لو مش عايز اشعارات تجي لك اصلا من النسخه. تمام. وهنا عندك المساحه والتخزين عشان تعرف حجم النسخه قد ايه. وهنا عندك لغه النسخه، بص عندك كام لغه للنسخه. تمام. كل ده في الاعدادات العاديه. وهنا عندك مساعده، وهنا اباوت النسخه. تمام. مش هوريك شكل الرومات من جوه، ده شكل الروم من جوه. تمام. نسخه متعربه كلها. وهنا عندك ميزه برضه تحويل الصوت من MP3 ريكورد. يعني ايه تحويل الصوت من MP3 ريكورد؟ اللي انا شرحتها في التست بتاع الفيديو اللي فات. تتكلم بصوت اي حد، تتكلم بصوت اي حد.
دايس على دي وتقوم دايس ريكورد، تمام؟ هيبعتها اكنك انت اللي مسجلها زي ما انت شايف كده، هيبعتها له ريكورد. تحويل الصوت من ام بي 3 ريكورد، يعني تتكلم بصوت ممثل، تتكلم بصوت بنت، تتكلم بصوت اي حد، تمام؟ وهتدوس على تحويل الصوت من ام بي 3 ريكورد هيبعتها له ريكورد زي ما انت شايف كده. الشات مترجم كله، تمام؟ ولو دوست على ريكورد كده النسخة دمار زي ما انت شفت في التست اللي فات، ما كانتش بتهنك حرف ولا كونكتات ولا بتهنك ضغط ولا بتهنك حرق، وبتحول لاكتر من 5 شتات، تمام؟ النسخة انا كده تقريبا شرحت لك مميزاتها، يعني يا رب تكون النسخة عجبتك. بس كده احلى هوت في الدنيا، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش الاشتراك في القناة والكومنت الجميل واللايك. يلا سلام.